السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير دايما. في الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن حاجة مهمة جدا. عرفنا الفرق بين البيزنس ريكويرمنت والفانكشنال ريكويرمنت والنون فانكشنال ريكويرمنت. لكن ممكن دلوقتي حد يسألني يقول لي طب يا باشمهندس مينا، انا عرفت انواع الريكويرمنت، اجيب الريكويرمنت دي منين اصلا؟ يعني احاول ان انا اجيبها ازاي؟ هل العميل هيبعت لي فايل فيه كل المتطلبات، ولا هل هيقعد يقول لي النظام بيعمل ايه بالتفصيل؟ طبعا الاجابة لا. هنا بيظهر جزء مهم جدا من شغل محلل النظم اسمه requirement elicitation. او ببساطة ازاي بتستخرج وتكتشف المتطلبات من اصحاب المصلحة. في نقطة كده أنا عاوزك تحطها في حساباتك، إن العميل مش دايما هو عارف إيه. يعني أنت لو حاطط في دماغك إن العميل هيخش يقول لك أنا محتاج كذا وكذا وكذا، requirement بتقول كذا وفانكشن بتقول كذا ونون فانكشن بتقول كذا، فده استحالة إنه يحصل. ما تحطهاش في حساباتك. طيب، إيه اللي أنت لازم تفهمه كمحلل؟ إن العميل مش بالضرورة يكون قادر يقول لك كده. طيب، هو غالبا بيتعامل معاك ازاي؟ غالبا هو هيجي يحكي لك مشاكل. والله هيقول لك انا عندي الموظفين بياخدوا وقت طويل جدا في العمليات. هيقول لك العملاء بيتصلوا يشتكوا كتير كل يوم. هيقول لك عندنا اخطاء في الفواتير. آه، عاوزين نعمل ديجيتال ترانسفورميشن للنظام. هنا دورك بقى كمحلل نظم، انك تسمع الكلام ده وتبدأ تستخرج منه المتطلبات. انت بتسمع عرفت البروبلم ستيتمنت، طلعت المشكله اللي هو بيقابلها. ديب كويشن عن اوبزرفيشن، انت سألته اسئله عميقه وابتديت تطلع منه، تستخرج منه المتطلبات. هنا ساعتها انت كده رحت لحاجه كده اسمها ترو بزنس ريكويرمنتس. انا خلاص، انا كده ابتديت اطلع ريكويرمنت حقيقيه اقدر اعمل منها نظام. طيب، عشان استخرج بقى عشان استخرج الريكويرمنت، هيظهر عندي ستة، هنقول مثلا ايه، ستة تكنيكس مختلفة. وانا عاوزك في الحلقة دي ما تحفظش اسماء وخلاص. انا عاوزك تفهم امتى استخدم كل تكنيك وليه. طيب، اول تكنيك عندي هو الانترفيوز. الانترفيوز هي المقابلات الشخصية الفردية او الجماعية المركزية. طيب، تاني تكنيكس عندي الورك شوب، ان انا ببتدي اعمل ورش عمل تفاعليه بين اصحاب المصلحه. تالت تكنيكس الاوبزرفيشن. الاوبزرفيشن دي يعني انا بجمع ملاحظات لخطوات العمل اللي في الفاعل. يعني مثلا اتش ار شغال بموديل معين، وفي موظف بيقدم على طلب اجازه. طيب، طلب الاجازه ده انا بالنسبه لي ده اقدر اعمل له ملاحظه، اقدر اطلع منه ملاحظه هو بيقدم ازاي على طلب الاجازه. طيب، رابع حاجة عندي الدوكيمنت اناليسيس، اللي هو ان انا ببتدي احلل المستندات والتقارير والانظمة اللي هي موجودة حاليا. خامس حاجة السيرفي، ان انا اقدر اجمع بقى استبيان من اعداد كبيرة من المستخدمين اللي موجودين. سادس حاجة البرين ستورمينج. البرين ستورمينج ده العصف الذهني، ده اللي هو احنا بنقعد بقى ايه، نفكر مع بعض احنا ازاي هنطلع بالفانكشن المناسبة لسيستم زي ده. طيب، تعال نمسكها تكنيك تكنيك ونبتدي نشوف اللي بيحصل فيه. اول تكنيك هو الانترفيو، المقابلات. ببساطة انت في المقابلة، انت بتقعد مع الستيك هولدر وتسأله. بس خلي بالك من نقطة مهمة جدا. الانترفيو
مش انك تقعد تسأله النظام بيعمل ايه وخلاص. لا، انت محتاج تعرف ايه المشكلة، إيه بتشتغل ازاي حاليا، إيه مين بيستخدم العملية، ايه المشاكل اللي موجودة، وايه النتائج اللي انت عاوز توصل لها. طيب، هل الخمس أسئلة دول مهمين؟ اه طبعا طبعا جدا مهمين، ونعرف ليه. أول سؤال، ايه المشكلة الحالية؟ المشكلة الحالية أنا كده بحدد هو ليه لجأ إن هو يعمل سيستم أصلا. طب بتشتغل ازاي حاليا؟ إيه ده، أنا فهمت الكارنت بروسيس اللي هو ماشي بيها. طيب مين بيشارك أو بيستخدم العملية دي؟ أنا كده ابتديت أحدد الرول والانتر اكشن اللي موجوده ما بين اكتر من اكتورز مختلفين موجودين عنده على السوفت وير او محتاجينهم في العمليه اللي احنا هنشغلها. طيب إيه المشاكل والاخطاء الموجوده هنا؟ انا ببتدي اشوف البين بوينت اللي عنده، ايه النتيجه والهدف المطلوب تحقيقه. هو انا هنا ابتديت احدد الهدف والفاليو. طيب، لو مثلا افترضنا ان انا لو عندي اتش ار سيستم، انا ممكن اقعد مع الاتش ار مانجر واساله ازاي الموظف بيقدم طلب اجازه حاليا. هيبدا يحكي لي العمليه، وهنا انا ببدا اكتشف الريكويرمنت المناسبه ان انا اقدر اوصفها في سيستم او احولها لسيستم يفيد الاتش ار في تقديم طلب الاجازه. نروح لتاني تكنيك. تاني تكنيك ده اللي هو الورك شوب. ببساطة، أنا عندي اتش ار وعندي فاينانس وعندي اي تي وعندي اوبريشن. كل واحد من دول عنده وجهة نظر مختلفة، فبالتالي هبتدي ألجأ لورك شوب. هنعمل بقى ايه؟ نجمع الناس دي كلها في جلسة واحدة ونتناقش في العملية، وكل شخص بيحط آه، آه، من وجهة نظره، بيبتدي يضيفها. هنا بقى هتظهر معاك ميزة مهمة جدا، انك ممكن تكتشف اختلافات بين اصحاب المصلحة. الاتش ار شايف العملية بشكل، الفاينانس شايفها بشكل تاني. انت كمحلل نظم دورك تجمع الصورة كاملة ما بين الاتنين. طيب، نروح آه، التكنيك التالت. التكنيك التالت ده اللي هو الاوبسرفيشن، اللي هي الملاحظة الميدانية. طيب، لما الشخص نفسه مش عارف يشرح شغله بالكامل، بدل ما تسأله انت بتعمل ايه، قول له ممكن اقعد معاك واشوف انت بتعمل العملية دي ازاي. مثلا موظف خدمة عملاء ده. طيب، بدل ما اسأله ازاي بتتعامل مع طلب العميل، اقعد جنبه واشوف العميل بيتصل، الموظف بيفتح الاكسل، بيدور على رقم العميل، بعديها بيفتح نظام تاني، بعديها بينقل البيانات، بعديها بيبعت ايميل. طيب، انا كده اكتشفت ان العملية فيها 5 خطوات ومشاكل هو نفسه ممكن ما يكونش ذكرها. يبقى انا كده وصلت في الاوبزرفيشن ان انا بدل ما اقول له انت بتعمل العملية ازاي وهو مش عارف يوصل لي هو بيعمل العملية ازاي، لا انا قعدت جنبه وشفت العميل وهو بيتصل، فجأة لقيته قام راح جاي فاتح اكسل دور على رقم العميل، قام جاي ناقلها على نظام تاني، وبعديها خلاص قام جاي باعت ايميل. كده انا شفت الدور اللي هو مش عليه باوبزرفيشن. طيب، التكنيك الرابع هو تحليل المستندات. طيب، احيانا الشركة عندها بالفعل مستندات موجودة زي فورمس، عندها ريبورت، عندها بوليسي، عندها اكسل شيت، عندها سيستم دوكيومنتيشن، عندها ايميلات، عندها كونتراكتس. طيب،
انا كمحلل نظم اقدر اراجع المستندات دي واطلع منها requirement. مثال، لو انا بعمل مثلا نظام مشتريات. حلو. نظام المشتريات، هطلب فوركاس ريكوست، بعد كده فوركاس اوردر، بعد كده ابروفال بوليسي، بعد كده existing ريبورتس. ده اللي انا هطلبه. يعني انا اما اجي هطلب الدوكيومنتيشن، انا هطلب الدوكيومنتيشن بالطريقه دي. هقول له انا عايز الفوركاس ريكوست، عايز الفوركاس اوردر، عايز الابروفال بوليسي، وعاوز الاكزيستنج ريبورتس. من هنا انا جبت المستندات وعملت لها اناليسز وابتديت افهم بزنس بروسيس من المستندات اللي موجوده. ما احتجتش ان انا بقى لا اعمل انترفيو ولا اعمل ورك شوب ولا اعمل اوبزرفيشن. ما احتجتش اعمل الكلام ده كله. انا كله من الدوكيمنت بتاعت النظام او الكيان اللي موجود اللي انا شغال معاه. طيب، التكنيك الخامس الاستبيان. الاستبيان ده اللي هو بنسميه سيرفي او كويستشنير. طيب، لو انا هشرحها لك ببساطة. لو انا عندي 500 مستخدم، هل منطقي ان انا اقعد مع كل واحد اعمل له انترفيو؟ طبعا مش لوجيك. انا ممكن استخدم الكويستشنري او السيرفي في ان انا اجمع فيدباك من عدد كبير من المستخدمين في وقت واحد. لكن خلي بالك، السيرفي ممتاز لما بتبقى عاوز تجمع معلومات من عدد كبير، لكنه غالبا مش افضل وسيلة. يعني لو محتاج تفهم بروسيس معقدة جدا، لا، هو مش افضل وسيلة الكويستشنري او السيرفي. هو السيرفي احنا بنجمعه لأكبر، يعني بنشتغل عليه من عشان أكبر عدد من المستخدمين أقدر أجمع منهم استبيان. لكن لو في بروسيس معقدة جدا، أكيد مش هشتغل بكويشنري خالص. أنا هشتغل انترفيو، هشتغل ورك شوب، أي تكنيك من التكنيكات اللي شرحناها. طيب، نروح بقى لإيه، للتكنيك السادس اللي هو البرين ستورم. طيب، آه، احيانا عندك مشكلة ومش عارف الحل اصلا. يعني بتجمع مجموعة من اصحاب الستيك هولدرز اللي انت هتشتغل معاه او الفريق، وتبتدوا وتبدأوا تطلعوا افكار وحلول. يعني بنقعد مع بعض، نجمع بعض كده في جلسة، ونبتدي نقول كل واحد يطرح الافكار اللي عنده، عشان اقدر ان انا اطلع بريكويرمنت واضحه اقدر اشتغل عليها مثلا في السبرنت الجاي، او ايا يكن الميثودولوجي اللي انا شغال عليها او السيستم كامل، على حسب. لان في شركات شغاله ووترفول وشركات شغاله اجايل، وطبعا لسه هنتكلم في الكلام ده قدام. طيب، انا المحلل بقى هنا في اللحظه دي بيرتب الافكار ويحول ويطلع منها المناسب، يحوله لريكويرمنت. عشان نلخص التكنيك ماتريكس اللي اتكلمنا فيها. آه، اول تكنيك احنا قلناه انترفيو. ده لما محتاج تفهم شخص او رول وظيفي معين بالتفصيل. انا هعمل له انترفيو وابتدي افهم منه. الورك شوب لما يكون عندك اكتر من ستيك هولدر وفي اختلافات في وجهة النظر، هاتهم جمعهم، اقعد اشرح لي العملية، وريني. observation لما محتاج ان انت تشوف عملية حقيقية وخطوة ميدانية خفية. يعني مهما هو كان قوي في الشرح او فاهم البيزنس بتاعه، بيزنس لوجيك، عمره ما هيوصل لك هو بينفذها ازاي. يعني طب لما يجي ينفذها قدامك انت فهمت، انت ابتديت تجمع منه متطلب كده واضح وفهمت. طيب، الدوكيمنت اناليسيز لما يكون في مستندات آه، او تقارير او نظام قائم بالفعل. هنا ببتدي اشوف الدوكيمنت دي وابتدي اعمل لها اناليسيز واطلع منها requirement. طيب،
السيرفي ده لما يكون عندك عدد كبير من المستخدمين وانت محتاج تعمل لها statistics، احصائيات. طيب البرين ستورمنج لما تكون محتاج تولد افكار ابداعيه وحلول لمشاكل جديده. طيب المحلل المحترف مش بيستخدم بيعتمد على تكنيك واحد. لا، انت بتختار الطريقة المناسبة حسب نوع المشروع. حسب الديناميكية بتاعت الستاك هولدر وعددهم. التعقيد البيزنس والوقت المتاح. من هنا انت بتبتدي تختار تكنيك انا هتعامل بيه في جمع المتطلبات المشروع ده. طيب لو عايزين مثلا نعمل مثال عملي بيجمع كل اللي فاتنا ده. والله نظام إدارة طلبات الأجازات. شركة متوسطة الحجم عايزة تعمل نظام إجازات أوتوماتيكي حديث. ازاي بقى نستخدم اساليب السيتيشن المختلفة ان احنا نطلع بقى كافة المتطلبات دي من غير ما يكون عندنا نقص في حاجة. أم، بص يا سيدي، مع الاتش ار مانجر انا والله هعمل معاه انترفيو ليه؟ عشان افهم السياسات الاجازات والانواع وشروط الخصم. طيب مع الاتش ار والفاينانس والمانجمنت هعمل معاهم ورك شوب. ليه؟ عشان اتفق على دورة الاعتمادات والتقارير المالية. الاوبزرفيشن انا ممكن اعمله مع موظف بيقدم على طلب اجازة، اقعد جنبه واشوف بيقدم طلب الاجازة ازاي. تمام. طيب الدوكيمنت اناليسيز انا ممكن والله، مش الشركة دي ليها سياسة، في بوليسي وفي سياسة تقديم على اجازة وفي الخصومات وفي والله طيب خلاص، هات لي بقى الدوكيمنت دي، جمعها لي كده، انا عايز اشوف اشوفها عشان ابتدي اطلع بقى القواعد الحسابية والمعادلات والقيم. يبقى انا كده بالنسبة لي كملت واتحققت وطلعت system requirement clear enough. في حاجة كده عايز احذرك منها، اهم تحذير للمبتدئ. خلي بالك من حاجة مهمة جدا. مش معناها انك عملت requirement elicitation انك تجمع كل العميل اللي قاله وتكتبه. انت حضرتك مش ريكورد، حضرتك analysis. طيب لازم تسأل يعني لو انا ريكورد هكتب كل اللي قاله. آه، هنقل الحلول المقترحة السطحية من غير ما اكون نزلت ان ديبس، نزلت في عمق الريكويرمنت اللي هو بيتكلم فيها. هضرب على طول لو انا داخل بالتبعية، يعني لو انا داخل بنفس الاسلوب ده بالتبعية هكون عامل اكيد هتضارب وهتضخم في النظام، هبعد عن السكوب وهعمل كونفليكت لو في اوريدي سيستم قديم وانا ببني عليه حاجه جديده. طيب المحلل بقى اللي فاهم، والله انت اسئلتك بتكون واضحه جدا. هل ده requirement فعلا ولا solution؟ هل ده بيزنس نيد حقيقي؟ يعني فعلا العميل لو انا شلت الفيتشر اللي انا حاططها او الفانكشن اللي انا حاططها، العميل هيحس بخلل ولا الموضوع هيكون عادي وجودها زي عدمه؟ هل في كونفليكت مع إدارة تانية؟ هل ممكن ده يتنفذ تقنيا؟ هل محتاج clarification اكتر؟ محتاج ان انا المتطلب ده محتاج ان هو يتوضح اكتر. باللي احنا اتكلمنا فيه اللي فات ده يخلي ان في قيمة حقيقية لمحلل النظم، يعني انت تبقى added value. ان انت بتحول كلام العميل الشفوي اللي هو سواء بقى ورك شوب، سواء انترفيو، سواء اوبزرفيشن، انت بتحوله لحل تقني قابل للتنفيذ.
انت بتشوف اقوال الستاك هولدر، بتبتدي تفهم التحليل والمتطلبات اللي هم بيتكلموا فيها، تبتدي تحدد البيزنس نيد، تبتدي تعمل فاليديشن عليها. من هنا تبتدي تطلع سيستم ريكويرمنت كامل. في ملخص الحلقة، احنا محاور الحلقة دي في الريكويرمنت elicitation احنا شرحنا الستة تكنيك المختلفة، آه، وعرفنا ايه الفرق ما بينهم، وامتى استخدم كل واحد فيهم، وامتى حدد الاسلوب، اني اسلوب ده همشي عليه. لكن قبل ما ننهي الحلقة انا عاوز اقول لك على حاجة مهمة جدا. لو انت متابع معايا آه، من اول الدورة، آه، عرفنا يعني ايه سيستم اناليسيز، وعرفنا دور السيستم اناليست، وفهمنا مكونات النظام، واتكلمنا عن الفرونت اند والباك اند والاي بي اي، وعرفنا الاس دي ال سي، وبدأنا ندخل كمان في الريكويرمنت. لكن خليني اقول لك حاجة مهمة جدا. المعرفة دي لوحدها مش كفاية عشان تشتغل كمحلل نظم محترف، لأن في الشغل الحقيقي الموضوع بيكون أكبر. يعني لما تقعد مع كلاينت مش بس هتسأله أسئلة، لازم تعرف تدير الميتنج، وتعرف تعمل requirement elicitation صحيحة 100%، وتعرف تحلل البيزنس بروس، تعرف تطلع اليوزر ستوري، تعرف تعمل الاكسبتنس كريتيريا، تعرف ترسم اليو ام ال والبي بي ام، تعرف تفهم يعني الاي بي ايز والداتابيز بشكل عملي، وتعرف تكتب البي ار دي والاس ار اس والبرودكت ريكويرمنت دوكيمنت كمان، وتعرف تتعامل مع الديفلوبر والكيو اي والبرودكت اونر لو وجد، او لو انت البرودكت اونر. تعرف تاخد مشروع من اول ريكويرمنت لحد الدليفري. وعشان كده انا عملت ادفانسد ادفانسد سيستم اناليسيس بروجرام. برنامج مش معمول عشان اشرح لك ديفينيشن وخلاص. والله الهدف اننا ننقل الموضوع من انا فاهم تحليل نظم الى ان انا اقدر اشتغل تحليل نظم. البرنامج بصراحة مدته طبعا ده هتتعلم فيه مستوى عمل متقدم. هنتكلم عن بقى requirement elicitation بالتفصيل بمشروع عملي، هنتكلم عن البيزنس بروسيس اناليسيس بمشروع عملي، اليوزر ستوريز والاكسبتنس كريتيريا بمشروع عملي، بي بي ام موديل بمشروع عملي. كل الحاجة دي قدامك هتتطبق كمشروع حقيقي، ان فيها ستيك هولدرز وفي اقسام وفي دوري بقى ان انا اخش اجمع بقى المتطلبات دي وابني منها سيستم. طيب الدورة دي مدتها قد ايه؟ والله الدورة دي مدتها 3 شهور وبأكتر من 50 ساعة تدريب. وفيها بروجكت واحد كبير هو ده اللي هنشتغل عليه، وهنوزع التوزيعة بتاعتنا كلها. طيب الاند تو اند بروجكت رود ماب هيكون فيها ايه؟ والله من اول ريكويرمنت اناليسيس، دوكيومنتيشن، اليو ام ال والبي بي ام واليوزر ستوريز والدليفري. يبقى كده مشروع كامل تطبيقي هتقدر تضيفه في اعمالك. لو انت لسه مبتدئ ومش عارف تبدأ منين، والله كمل معايا الدورة المجانية دي الأول، ومفيش داعي إن أنت تدفع في حاجة قبل ما تعرف المجال ده مناسب ليك أصلا ولا لأ. لكن لو أنت بدأت تفهم المجال وعاوز تنقل نفسك لمستوى عملي، وإن أنت بقى تقدر تشتغل كبزنس سيستم اناليست، هتلاقي تفاصيل الادفانسد بروجرام في الديسكريبشن تحت، ولينك الموقع موجود عليه البروجرام كامل، وتقدر تحجز. اشكركم لحد هنا واستنونا الاسبوع الجاي. سلام.